يا ابو تقلية حتة ملية، يا ام الهلهطة حتة من البطة، يا شيخ همام انا في امستردام انا والمدام، وكلامي لك على العام، واي كلمتين في كيس ب2 جنيه واعمل موال، وشوية موسيقى وطبل ورقص، وسمي نفسك شيخ المداحين او نقيب المداحين. والجهلة كتير والمغيبين اكتر، والزق بقى في الدين الهبل ده وسميه باي شيء، ولو جيت هاجمته يبقى انت وهابي سلفي متشدد وبتكره الصوفية وعندك مشكلة مع الاولياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذار رسمي من اللي حصل مني في الحلقة اللي فاتت، ما كانش فعلا يصح اللي حصل مني ده، انا شكلي زودتها على الاخر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. بس قبل ما تفهم صح، الاعتذار هنا مش علشان قلدت اللهجة الصعيدي والكلام ده، لا، الاعتذار هنا لابراهيم رفعت نفسه واخوه فرج رفعت، وهقول لك الاعتذار ليه دلوقتي. انما بقى تقليد او لما اقول كلمتين باللهجة الصعيدي، فين الاهانة هنا؟ يعني لو انا قلت مثلا ايوه يا جدعان يبقى انا كده مثلا بسخر من البورسعيدية، ولا لو قلت على الجنيه جني يبقى انا كده بسخر من الاسكندرانية؟ اكيد لا يعني. وما يفهمش كده الا واحد هو اصلا عاوز يهاجم وخلاص، رغم ان في افاضل سألوا انت يا شيخ كده بتغلط فينا، فرديت على العام علشان الكل يشوف، وقلت فين الغلط ده يا اخوانا، وبينت ان اهل الصعيد اهل فضل وكرم وشهامة، وكمان اهل علم، وخرج منهم علماء في شتى المجالات، ولا ينكر ذلك الا جاحد او جاهل. ورغم اني كاتب كده في التعليقات على العام، يدخل اللي قرأ التعليق يكرر نفس السؤال، انت يا شيخ بتغلط فينا احنا الصعايدة، وكمان يدخل يشتم في الرسائل على الخاص بطريقة مبتذلة وسوقية بل ووقحة. ورغم ان ناس من اهلنا في الصعيد دخلت علقت وقالت ان الشيخ ما غلطش في كلامه وكلامه كله صح واحنا معاه، وفعلا الجهل كتير عندنا بسبب ابراهيم رفعت وامثاله اللي بينشروا البدع والخرافات والقصص الوهية، وبرضه ناس تخش بعد كل ده تكرر نفس السؤال. ودول بقى اقول لهم يا عمي والله بنحبكم في الله، رغم شتايمكم واهانتكم برضه بنحبكم في الله، وبنحب اهلنا في الصعيد عامة. وبعدين يا راجل ده انا ليا حلقات في الدفاع عن الصعيد ضد ابراهيم عيسى وتامر امين وغلطهم في الصعيد ونساء الصعيد، والحلقات موجودة على قناتي على اليوتيوب، ولست بصدد ان انا ابين الكلام ده. هتقول لي امال اعتذارك النهارده تقصد بمين؟ هقول لك يا سيدي اعتذار النهارده ده لابراهيم رفعت وفرج رفعت اخوه. هتقول لي يا عم احنا لسه خلصنا من ابراهيم علشان يطلع لنا فرج. مين فرج ده؟ هقول لك فرج ده نقيب المداحين. فرج ده يا سيدي اللي شتمني وشتم اهل بلده اللي بيهاجموا اخوه ابراهيم رفعت. فرج ده بتاع موالد وحضارات وخلوه، وكله بما يرضي الله، وكله باسم الدين والتصوف. لا وكمان فرج ده نائب الطريقه الرفاعيه. ما انا نسيت اقول لكم ان الصوفيه دلوقتي اكتر من حوالي 15 الف طريقه جديده كده، كل 2 صوفيه عايشين في قريه معينه او في عزبه معينه، او ساكنين في عمارة في شقتين فوق بعض او شقتين مقابل لبعض، بيقوموا رايحين عاملين طريقة جديدة، المهلبية الملوخية الشاذلية الرفاعية اي بتنجانية وخلاص. وخد بالك علشان برضو محدش يرجع يقول انت بتغلط، انا بقول الصوفية مش منهج التصوف، علشان الفرق ما بينهم شاسع والبون كبير قوي، زي بالظبط الفرق ما بين التراب والذهب. الذهب اللي داخل النهارده على 1700 جنيه. المهم انا هنا مش بعيب على فرج ده، انا بعتذر له ولاخوه، ومش بعيب عليه لان ده راجل اختار لنفسه طريق معين، اختار لنفسه شغلانه رقاص، فاكيد يعني مش هطلع الومه على شغله. طب ليه الاعتذار بقى؟ الاعتذار ده يا سيدي لان يوم ما هاجمت ابراهيم رفعت ده
فكرته للأسف راجل دين وشخص ملتزم هيقدر مثلا النصيحة ويطلع يحذف خطبه ويضبط نفسه ويتعلم ويعلم الناس، بل حتى كمان كنت مفكره متخرج من الأزهر أو شيخ أو إمام في الأوقاف، مش دبلوم خدمة اجتماعية. ومش بعيب والله على فكرة الدبلوم، في دعاة كتير بل وعلماء أكابر لم يدرسوا في الأزهر أو حتى خارج الأزهر، ولكنهم اجتهدوا ودرسوا العلم وعلموه للناس. إنما بقى إبراهيم وأخوه واخدين الدين سلم للشهرة والغنى، الثراء الفاحش. ولو كان راجل دين كان قعد أخوه ونصحه وقال له الرقص والطبل اللي انت بتعمله ده مش من الدين ومش شغل رجالة. هو مش المفروض برضو يا هيما ابدأ بأهلك وبمن تعول؟ ولا أنا فاهم غلط؟ أقوم أعرف كمان إنهم ساعات بيطلعوا أوردر مع بعض، يعني واحد يرقص والتاني يقول قصص. لا، وأنا اللي كنت بكلم إبراهيم عن بدعة إقامة السرادقات وإنها مش من الدين، علشان كده هو أصلا مستغرب من كلمة بدعة، ما هو أصلها شكلها كلمة غريبة على ودانه. ويوم ما طلع يرد طلع رد على كلمة بسبس نو يا بسبس نو. أنا بعترف يا هيما والله إن غلطت ونشنت غلط وظنيتك داعية أو طالب علم، ونصيحتي كانت على الملأ علشان أنت رفضت النصيحة على الخاص بل واستكبرت وعملت فيها شيخ الإسلام وإنك فوق النقد. والله لو فيك خير وبتقبل النصيحة وبتستجيب وهدفك تعليم الناس مش السبوبة والفلوس، ما كنت عملت عليك المقاطع دي ولا رديت عليك أصلا. ولو تفتكر عثمان خطاب لما أنا رديت عليه قبل كده رديت عليه على غلط هو عمله، رديت على البدع والكذب بتاعه في مقطع واحد وانتهى الموضوع وخلاص. أما أنت فالموضوع وسع منك قوي، بوجت يعني على الآخر. بس نصيحتي ليك يا هيما حاول تثبت لك سعر واحد، لأن بصراحة أنا اتلخبطت والناس كلها تتلخبط دلوقتي، وشكلك بقى وحش قوي وبتتعامل بكذا لون وبكذا سعر مع أكتر من مكان. فبصراحة شكلك بقى وحش قوي وشكلك هيبقى أوحش دلوقتي من اللي هتشوفه في الحتة دي. يا راجل ده أنا تهت من كتر الأسعار اللي بتوصلنا على الخاص. يعني أنت هنا بتاخد 8000 جنيه وهنا في قرية ساقية موسى بتروح لهم ب 7000 جنيه، وهنا يا راجل عريس بيكلمك بيقول لك بدعوك للحنة بتاعتي، يكون ردك عليه بالطريقة دي. أخونا الفاضل بعت يقول لي في الأول كده حضرتك شخص محترم وابن ناس، بلاش تسخر من لهجة الصعيد علشان دي عندنا جناية نحاسب عليها احنا شخصيا مش القانون، وعند حضرتك حق في كل كلمة. حاضر يا عم، حاضر يا سيدي، حاضر يا غالي، مع ان وضحت ده، ولكن لو اتفهم من كلامي كده فانا بعتذر لاهلنا في الصعيد كلهم. تمام كده يا ولد ابوي؟ تمام. المهم بقى بيقول انا كلمت الشيخ ابراهيم يعمل لي الحنه بتاعتي من حوالي سنه ونص والكلام ده قال لي 3000 جنيه. بعدها بشهرين كلمته تاني علشان اديله المعاهد قال لي 5000 جنيه. والله شاهد على ما اقول. ربنا يزيدك من علمه يا شيخ، بس ارجوك بلاش اللغه الصعيديه في الحديث. حاضر يا غالي. بيقول له تعالى اعمل لي حنتي. تحسه كده بيعمل نمره في فرح او متعهد افراح ومياتم وطهور وذكرى سنوية و40 الميت وختمة القرآن على روح فلان. ايه يا عم انت ايه؟ وضيف كمان عندك ليالي المولد اللي بالمناسبة خد لها السكرينة دي. اخي فاضل برضو بعت لي بيقول لي انا كلمت ابراهيم رفعت هنقول له ليلة مولد سيدنا النبي كان عاوز 6000 جنيه، هنقول له لله؟ يقول لي والله 6000 جنيه علشان خاطر الله. انا كل ده والله ما فتحت الرسائل اللي وصلتني كلها، ولو فتحتها هتلاقي فيها اكتر من كده كمان، وفي رسائل فتحتها ومش هعرضها هنا ومن جيرانك والله يا ابراهيم عن تاريخك، بس ماليش فيه وماليش دعوة بشخصك لانه لا يعنيني. وخد عندك كمان رسالة الراجل الطيب ده بيقول لي اضف كمان انه معهد خدمة اجتماعية وواخد الموضوع هواية. اخص عليك يا ابراهيم والله، هواية في دين ربنا يا راجل، ويا ريتها هواية الدعوة وتعليم الناس الخير، كنت والله هكون اول الداعمين ليك. لكن باللي انت بتعمله ده لا تستحق الدعم بل ولا تستحق السكوت عنك. وكل اللي بيكتب لي يا عم اسكت وانشغل بغيره وكلام من ده بقول لا، لانك واحد معول هدم وبتنشر بدع اكتر ما بتنشر سنن، واللي بيبنيه المصلح واهل السنة في سنين طويلة انت بتهدمه بالبدع بتاعتك دي في لحظة او في لقاء او في ساعة واحدة بس. لذلك لن نسكت ابدا عنك
ولا عن أمثالك. أخيرا بقى لأهلنا في الصعيد وفي غير الصعيد، مشكورين والله على إقامة أفراح دينية، وربنا سبحانه وتعالى يزيدكم حرص وتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا تورد الإبل. احرصوا كل الحرص على من سيسمع الناس عن الله ورسوله. القصة مش حنجرة بتتكلم وصوت عالي وخلاص، الأمر ده دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومدام اللي دفعكم إنكم تعملوا فرح إسلامي، فعندكم علماء كثر من داخل الأزهر وخارج الأزهر، عندكم أفاضل كتير ومتمسكين بالسنة أكتر. بلاش القصاصين اللي بيغيبوا الناس عن الدين. والبركة فيكم يا شباب الصعيد، اقفوا لكل مبتدع ومخرف وقصاص بالمرصاد حتى لا ينتشر الجهل أكثر وأكثر وتموت السنة شيئا فشيئا بكثرة الجهلة القصاص. ثانيا، المدافعين عن إبراهيم وأمثاله بلاش تاخدكم العصبية قوي وتدافعهم ولو بالباطل. الأمر دين مش مجاملة لحد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ما دمت مش قادر توقفوا عن فعله يبقى بلاش كمان تدعمه علشان خاطر انه من بلدك او من عيلتك. بلاش تتحمل وزره واصمت أفضل لك. ثالثا، الإخوة اللي أرسلوا لي مقاطع كتير عن أشخاص مختلفين برضو على نفس نهج إبراهيم وأخوه أمثالهم، وقصص النملة اللي نطت في بطن الضفدع وراحت للدودة وسيدنا سليمان قابلها وكلمها وقالت له وقال لها، وقصة العفريت اللي طلع للراجل، وقصة الجنية اللي خطفت فلان تحت المية كام يوم وبعد كده سابته وطلع حي للناس، وقصص الأرانب اللي الراجل لمها وروح لمراته والآخر اختفت وطلعت جن. إيه يا جدعان، هو انتوا ازاي كده؟ وقرأتوا القصص دي فين؟ وفين المصطبة اللي بتصطبحوا عليها قبل ما تطلعوا تقولوا الكلام ده؟ بل والأكبر من كده كمان ان بعضهم له خرافات من دي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة الضفدعة والنملة وسيدنا سليمان والدودة اتقالت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مش هنشر المقطع لصاحبها قبل ما انصحه الأول على الخاص، ولو استجاب كان بها ولو ما استجابش هنطلع برضه نحذر منه. بل وكل اللي ذكرتهم دول هوجه لهم الأول النصح على الخاص بنفسي وانصحهم وبين لهم الخطأ ده وانهم يحذفوه ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويعلموا الناس صحيح الدين. فاللي هيقبل النصيحة يبقى راجل محترم وعلى العين والرأس وهدفه الخير، ولكن غلب عليه الجهل. واللي هيكابر ويعاند هنحذر الناس منه ومن السماع له صيانة للدين بعيد عن مهاجمة الأشخاص. وأي حد يشوف حاجات من دي يصححها أو يبعتها لنا وإحنا ننصح بفضل الله أصحابها لو قدرنا نوصل لهم، ومن أبى سنظل شوكة في حلوقهم ولن نتركهم. أخيرا، كلمة سريعة للي بيقولوا لي يعني انت سبت المغنيين والرقاصين والعلمانيين والطبالين وسبت ابراهيم عيسى واسلام بحيري وخالد منتصر وفاطمة نعوت وغيرهم وجاي على ابراهيم رفعت واخوه عثمان خطاب والناس دي. هرد عليك يا بطل بكلمتين اتنين بس. فوت على القناة بتاعتي على اليوتيوب الاول هتلاقي ردي على كلامك ده، فالرد العملي افضل 1000 مرة من 1000 كلمة انا ممكن اقولها. بفضل الله مفيش شبهة خرجت من اللي احنا ذكرناهم دول وغيرهم كمان إلا وخرجنا ردينا عليهم بالدليل وفندنا الشبه بتاعتهم، والحلقات موجودة لمن أراد. أسأل الله عز وجل أن يجعلها باقيات صالحات يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعلها خالصة لوجهه لا رياء فيها ولا سمعة، ونسأل الله أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وإن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.